هو أي زعل ينفع نقول عليه اكتئاب؟ تعريف الاكتئاب حسب بيبر في ال NIH بيقولك إن الاكتئاب ده عبارة عن اضطراب في المزاج بيسبب شعور دائم بالحزن وفقدان الاهتمام. ودي حاجة غريبة لأن دي مشاعر معظمنا بيحس بيها في وقت من الأوقات. بس لو ركزت أنا قلت دائمة يعني بتاخد وقت بالشهور مثلا، وكمان بتأثر على الإنسان في حياته وشغله. ساعتها ممكن نشك إنه اكتئاب، بس ده مش كافي، لازم تقييم من طبيب نفسي. الأعراض المصاحبة للاكتئاب كالآتي: حزن، تقلب في المزاج، إحساس بإن مفيش رغبة لأي حاجة وفقدان الدافع تجاه الأشياء، وإن الحاجات اللي الطبيعي بتفرح مش بتفرق مع الشخص ده، وده كمان بيأثر على سلوكه وفهمه. والأعراض دي كمان بتقلب أعراض جسدية زي الصداع والقولون العصبي وآلام في العضلات والمفاصل ونقص في المناعة، وده بيبان في العدوى المتكررة في الحلق وهكذا. حوالي 60% من اللي عندهم اكتئاب مش بيبقوا واعيين بده ولا عارفين إن ده مرض أو دي مشكلة عندهم، ومش بيروحوا لدكتور ولا بيطلبوا مساعدة طبية أو نفسية إلا لو الأعراض الجسدية دي واضحة زي الصداع والقولون العصبي وهكذا. إيه هي بقى أسباب الاكتئاب؟ في الحقيقة مفيش سبب معين بعينه نقدر نقول إنه سبب ونضع عليه كل اللوم. في عوامل جينية وفي عوامل بيئية وحياتية. العوامل الجينية ليها دور مهم طبعا، بالذات لو الموضوع ده في أقارب الدرجة الأولى زي الأب أو الأم. احتمالية الإصابة بالاكتئاب بتزيد حوالي 3 مرات. بس العامل الجيني مش بيفسر حدوث الاكتئاب في سن كبير، اللي بيفسر ده أمراض تانية زي الزهايمر والشلل الرعاش، ودي نوعية من الأمراض بنسميها Neurodegenerative Disorders، ودي الأعصاب بتتدمر فيها مع الوقت وبعض العوامل الحياتية. في أمراض تانية زي الجلطات الدماغية ونوبات الصرع والسرطان، وكمان ضعف النظر اللي بيحصل نتيجة Macular Degeneration. دي عوامل برضو بتزود احتمالية حدوث الاكتئاب، ده غير العوامل الحياتية زي فقدان حد عزيز عليك أو غياب الدعم النفسي والمشاكل المالية ومشاكل في التواصل وكمان الضغوط الحياتية. أسباب الاكتئاب برضو اللي هي بعض المشاكل في الأوعية الدموية زي الستروكس مثلا والأثيروسكلروزس اللي بيحصل مع السن. الفاسكولار ليجنز دي بتحصل في مناطق مهمة مش مسؤولة عن المزاج، زي مثلا الأوعية الدموية اللي بتغذي بعض المناطق في المخ، زي البريفرونتال كورتكس زي الأميجدالا زي الهيبوكامبس زي الليمبيك سيستم عموما، زي حاجة اسمها السنجوليت جايروس. المناطق دي بيبقى فيها الاكشن اللي احنا قلناه اللي هو السيروتونين والدوبامين والكلام ده. فلما بيحصل فيهم فاسكولار ريجن، يعني ايه فاسكولار ريجن؟ يعني حصل مثلا اثيروسكلروزس في شريان، جلطة في شريان فسدت التغذية عنه فحصل المشاكل دي كلها. أي خلية عصبية بتتواصل مع الخلية العصبية التانية عن طريق حاجة اسمها التشابك العصبي. التشابك العصبي ده الخلية اللي فوق اللي هي البري ساينابتيك سيل بتفرز مواد كيميائية اللي هي النواقل العصبية، بتروح للبوست ساينابتيك ممبرين اللي هي الخلية التانية عشان تقوم بالوظيفة بتاعتها. من النواقل العصبية المهمة في كده والمهمة في الحفاظ على المود بتاعنا وهي السيروتونين والنور ابنفرين والدوبامين. نفهم ان النواقل العصبية دي لازم تكون موجودة بتركيزات محترمة في الساينابس علشان تقدر تحفز المستقبلات اللي موجودة في الخلية العصبية دي. طيب الاكتئاب ده بقى بيحصل ازاي؟ الاكتئاب ده بيحصل عن طريق ان النواقل العصبيه دي بتبدا تقل. طب هي بتقل ازاي؟ لان البري ساينابتيك ممبرين اللي هي الخليه اللي بتفرز المواد دي بترجعهم تاني، بتقول لهم لا كفايه عليكم كده عشان تحافظ عليهم جواها. طيب هل ده كويس؟ ده كويس في الحدود الطبيعيه، بس احيانا الافراز اصلا بيكون قليل فالكميه اللي طلعت قليله، فبالتالي لما يحصل عمليه الري ابتيك يعني ترجع تاخدهم تاني، انت كده ما سبتش حاجه خالص في السينابس ولا سبت حاجه للخليه التانيه. بالنسبه بقى لادويه الاكتئاب، ادويه الاكتئاب بتشتغل ازاي؟ ادويه الاكتئاب بتشتغل بانها بتزود كميه النيورو ترانسميترز زي النور ابنفرين والسيروتونين والدوبامين جوه السينابس ده علشان تمسك فيه الخليه اللي هي البوست ساين. ادويه الاكتئاب بتشتغل ازاي؟
في بعض الانزيمات موجودة في التشابك العصبي ده. الانزيمات دي بتكسر النواقل العصبية اللي هي زي السيروتونين، زي الدوبامين، زي النور ابنفرين، بتكسرهم. وفي بعض المستقبلات بترجع تاخدهم تاني زي ما احنا حكينا من شوية. فالفكرة بتاعت الأدوية بتاعت الاكتئاب دي، الخلية العصبية اللي أفرزت المواد الكيميائية دي أو النواقل العصبية دي بترجع تاخدهم تاني، صح؟ أنا هوقف العملية دي، مش هخلي الخلية تقدر تاخدهم تاني، فبالتالي هسيب كمية من النواقل العصبية دي في الساينابس، فبالتالي الكمية دي هتمسك في الخلية التانية ويحصل التواصل العصبي بشكل صحيح. في نوع من الأدوية اسمه Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. يعني إيه؟ بتوقف عملية الأبتيك أو الريابتيك بتاعة الخلية إن هي بتاخد السيروتونين وترجعه تاني ليها، زي الأدوية المشهورة زي الفلوكسيتين والسيرترالين. في نوع تاني من الأدوية اسمه سيروتونين نور ابنفرين ريابتيك انهبيتور. يعني بنوقف الريابتيك بتاع السيروتونين والنور ابنفرين، زي دواء اسمه الفيلانفاكسين. في نوع ثالث من الأدوية اسمه سيروتونين دوبامين اكتيفيتي موديوليتور. يعني نفس الحوار، بتزود الدوبامين والسيروتونين في النهاية العصبية، فبالتالي تقدر تمسك بيه الخلايا التانية ويحصل تواصل عصبي كويس والمود يبقى تمام. الأدوية دي زي الميرتازابين ودواء البوبروبيون. هو النطق بتاعه غريب شوية، اتلخبطت فيها كذا مرة يعني، بس ما علينا. وفي النهاية لازم نقول الحمد لله على نعمة الصحة ونعمة الرضا، اللي الرضا ده أصلا ده أساس السعادة كلها. ولازم نذكر ربنا ونسبح ربنا. ربنا قال في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا قال برضو: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.